فبهداه مقتدى. ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فبهداه مقتدى. رمضان السنة دي مش هنقرأ الآية دي وننساها، هنعيشها، هنقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال عنه وإنك لعلى خلق عظيم. خلق عظيم يعني منهج، طريقة ينفع نعيش بيها كل تفاصيل حياتنا، وعلشان نقتدي بيه لازم نحبه، وفي رحلتنا مع بعض هتحبه لأنك هتشوفه في كل تفاصيل حياته. هنعرف مع بعض الرسول صلى الله عليه وسلم اقتدى بمين، لوحة الشرف الإلهية والصفات اللي ربنا وجهه يقتدي بيها في الأنبياء والصالحين اللي سبقوه. 30 يوم ب30 صفة، صفات تتعاش نمشي بيها في حياتنا اليومية. ولو انت تايه ومش عارف تعيش حياتك ازاي، المنهج موجود. هتشوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل ازاي كزوج وحبيب. لا تؤذيني في عائشة. هنشوفه هو بيغير وهو بيتغار عليه. هنشوفه هو صديق وهو بيقول هل أنتم تاركوا لي صاحبي، وهو بيحل خلافات الصحابة مع بعض. هنشوفه هو أب بيتعامل ازاي مع بناته، مع جوز بنته لما بيختلفوا مع بعض، ومع الطفل الصغير والمراهق. هنشوفه كمان كتاجر ناجح، كإنسان ماسك في حلمه وبيحققه، كمربي وصانع للأجيال، خرج جيل شال المسؤولية وعاش بالمنهج. وهنكتشف مع بعض إزاي نعيش علاقات صحية في مجتمع بقت العلاقات فيه مليانة تحديات ومشاكل ومفاهيم فاكرينها علوم حديثة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا من أكتر من 1400 سنة. فبهداه مقتدى، برنامج يقدر يسمعه الطفل الصغير ويفهمه ويعيشه الكبير بوعي. هكون معاكم في رمضان، سارة منير.